بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الحدوتة. طبعا النهاردة واحنا معديين كده بالصدفة لقينا أخونا الحاج سنبل جاي عايز يعمل معانا لقاء، وهنسأله شوية أسئلة. أبو رحمة، اتفضل يا اخي. أول حاجة هنقولها لك، نفسك في إيه؟ بما يرضي الله نفسي ومنع عيني تكون الناس حلوه مع بعضيها ويحبوا الخير لبعضيهم ومحدش يكره حد وكله يحب الخير للتاني. أستاذ سنبل، طبعا احنا عارفين الظروف اللي بتمر بها البلد اليومين دول، وان انت كل ما تتعاقد على فرح يموت جار العريس يروح لغين الفرح، هل بيسيبوا لك العربون ولا بياخدوه؟ لا طبعا اسهل عليا اي حوار زي ده. انا اي حد بيديني فلوس عربون ولو حصل ظروف في البلد بديها له تاني، لان عيب ان انا ما اديهالوش تاني. طب ده يرجع ان احنا نقول ان العمليه واقفه معاك اليومين دول، ان الناس مش مبطله موت. والله ده اسرائيل الموت شغال، الله ينور. اسمه ايه؟ اسرائيل الموت. اسرائيل الموت. اسرائيل الموت هو اسمه عزرائيل، مش اسرائيل. لكن لو طبعا انت الاسم ده اكيد صعب عليك، فانت بتقول عزرائيل الموت. والله برضك نرجع نقول الحمد لله، وكله اللي جوه ربنا كله حلو، انا راضي بيه. والله نفسي كده برضك ان برضك الفيزا بتاعتي تشتغل، واخد بالك، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وقفها، وانا عارف اللي موقفها والله يصلح حاله ربنا، وهتيجي من عنده فوق هتجيله جلطه ان شاء الله. جلطه على طول اللي وقف الفيزا. بما يرضي الله ظلمني ان انا استحقها عن اي حد ووقف الفيزا بتاعته وكده. طب ده كده اذاك اذيه كبيره، واحنا هنا من البرنامج بنأيدك وبنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قطع عيشك في الفيزا. بس انت تستحقها يا سنبل. والله قسما بالله تستحقها. ايوه. يعني الفلوس بتاع الفيزا دي انت كنت تبقى امثل حاجه ليها. طبعا يا عمي، اقل حاجه لا مؤاخذه الجماعه كانوا يجهزوا بيها البيت. فاهم انت؟ وكانت نافعه برضك انت لما تجهز بيها البيت وكده، كانت نافعه وماشيه ومية مية والله، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وقفها. طب هو هيستفيد ايه يا معلم سنبل؟ ما تعرفش، ما انا بقول لك، شوف ان ما هي النقطه اللي انا بقول لك عليها دي، ان الناس ما بتحبش بعضيها. هي فيزا اللي هي بتاع المدام، يعني اللي هي تكافل وكرامه. تكافل وكرامه، يعني سنبل كده ما بيقبضش تكافل وكرامه. ان شاء الله في برنامجنا ده احنا هننادي المسؤولين ان لازم فيزا المعلم سنبل تكافل وكرامه ترجع له ان شاء الله. وان شاء الله هتشتغل يا معلم سنبل والدنيا هتبقى حلوه ان شاء الله. تمام. تنصح ايه بقى الشباب تنصحهم بايه؟ والله ارجع اقول الشباب دي ربنا يهديها. زي ما هذا سنبل كده كله ربنا يهديه، ومفيش واحد عمل اللي انا عملته، وربنا هداني بقيت مية مية وزي الفل ومعدن وكل حاجه ابدا ورد. طب احنا عملنا حلقه قبل كده بنتكلم فيها عن الانتحار وطبعا الشباب اليومين دول في خطر. تنصح ايه للشباب اللي عايز ينتحر واللي عايز يهج والكلام ده، تنصحهم بايه؟ كله كلام فاضي. هو الخسران. يعني اللي بص امشي بما يرضي الله وانت ربنا يكرمك. معكش فلوس برضك ربنا برضك مش اما يسيب حد برضك. انا شوف انا بقول لك ايه، كان معايا حوار وكده وربنا كرمني فيه والحمد لله، وماشي وما تمشي وما تستتر ومية مية وزي الفل. يعني برضك يا رب لما يسهل لي برضك وبشتغل بالبوع ربنا بيرزقني وكده ودي ماشيه. يعني انت برضو الوقت الحمد لله ان سنبل كده نعتبر ان سنبل مش قاعد، سنبل شغال في كذا شغلانه، مش قاعد طبعا ملطح هنا وهنا، ده راجل شغال بتشوف شغلك يعني واكل معانا. هنساله لك. الصحه اولى ولا المال؟ لا طبعا اكيد الصحه. انا برضك هقول لحضرتك على حاجه. اخوك سنبل يعني اسال عليا، انا مسكت فلوس يعني مفيش واحد امه جابته يمسكها زي. انا بكلمك بامانه، دي حقيقه يعني. بس اهم حاجه، شوف انا بقول لك يكفينا شر المرض دي بالدنيا وما فيها. انا مش محتاج فلوس، اهم حاجه يكفيني شر المرض برضك، وعيالي ربنا يستر عليهم برضك فيهم شر المرض، ومرتاح ومية مية، وباكل واشرب وبلبس ونزيه، والعمليه زي الفل ومية مية.
ان المعلم سنبل 7 صنايع والبخت ضايع. من ضمن شغلاناتك اللي عرفتها ان انت كنت بتشتغل في القطر. لما كنت بتشتغل في القطر كنت بتنده ازاي على الشاي والحاجات اللي معاك تبيعها؟ والله كنت شغال في القطر، واخد بالك انت، ومش اي حد يشتغل في القطر، وكل حاجه اشتغلت فيها. وكنت اشتغل في القطر، هل عايز حاجه ساعه بيبسي كولا واشرب، هل عايز الشاي السخن، هل عايز عيش وجبنه وبيض، يعني حل بق بشونه وبريزه كده. برضك اي حاجه برضك كنت بتعمل جو بيها الحته دي بقى، والناس تتلم عليك وقت يا معلم سنبل. ونقول هل عايز الماء الساعه، وكله يشرب ماء ساعه، واخد بالك انت، ولازم نشرب الشاي، طالما شرب ماء ساعه لازم نشرب الشاي كده. ما لازم استاذ لازم الواحد يقلب عيشه استاذ. طب برضه الشغلانه اللي هي بتاع الكتاب السحري والراجل العجيب ومش عارف ايه اللي كنت بتعمله. جبت كتاب الكابتن ماجد الساحر ده، جبته من السيده زينب، جبته ب 150 جنيه، ونزلت بيه البلد هنا، والناس كانوا بيقولوا ده سنبل مخاوي. عشان الناس طيبين ما يعرفوش حاجه برضه. كنت بتقول لي قرب لكن هو كل اللعبه كانت اللعبه في الكتاب. انا كنت بقى لا مؤاخذه كنت بروح سوق الجمعه واجيب تعبان، واخد بالك، اشتريه واخلع سنانه منه، واجيب ملايه واجيب شويه بخوت، واحط التعبان على رقبتي وافرش الملايه، واخد بالك انت، والعب بالكتاب، افرد اعمل الكتاب كده لونه ايه، كله يرد عليا يقول لي ابيض. طب اسمع سقف كرام النبي، كله يحب يسقف، واخد بالك انت، اروح عامل منوصلي كده بقى كله الوان. طب الصور الالوان دي عايزين نخليها ابيض واسود، برضك اللي يحب ربنا يسقف سقف حلو وكله يسقف كده. وبرضك عامل حوار برضك كده. مجتهد طول عمرك يا معلم سنبل، وان شاء الله هتفرح ان شاء الله ببنتك اليومين الجايين دول. ساعة بنتي دي قسما بالله يا اخ طارق، حبايبي كتار في كل مكان قسما بالله، وعمري ما قصرت مع حد، وكل واي حد يتمنى ان هو يعمل واجب مع ابو رحمه، عشان ابو رحمه عمره ما قصر مع حد. ان شاء الله ان شاء الله. وساعتها بس بتمنى من ربنا اكون عايش بس، واعمل ليله البنت ما فيش واحد في السواج عملها. ان شاء الله تعيش يا معلم سنبل، بالحب وبالرضا والحبايب كتير وكلها جامد، وهتحضر فرحها ان شاء الله وتشوف اولادها كمان. حبيبي يا اخ طارق. اسال المعلم سنبل، هنسال المعلم سنبل سؤال مهم جدا. ايه اكتر حاجه بتحبها؟ والله انا خلي بالك برضه خديك معلومه، انا اي حاجه بحبها، بحب اكل واشرب حاجه ساعه كتير كمان. بتحب الحاجه الساعه؟ طبعا بحب الحاجه الساعه، اللي هي البيبس. اه تمام.